وصفة لمتبعي نظام الكيتو وهي بديل للشيبس. راح نستعمل مكون واحد بس وهو الجبن، لازم يكون عالي الدسم. نبرشه بهالشكل هذا تشوفوه، أو تقدرون تسووه كشرايح صغيرة. أجيب صينية وأحط عليها ورق الخبز ضروري على مود يلزق عندنا الجبن، وبعدين نبلش نوزع الجبن المبروش بهالشكل تشوفوه على شكل دوائر صغيرة، ونحاول نلمهن لأنه بعدين هي حتذوب وتفرش. وطبعا نخلي مسافات بيناتهن على مود لا تلزق وحدة بالأخ. وبعدين تبلتها. أنا عندي نوع من البهارات اللي هو عبارة عن مجموعة بهارات ومجموعة أعشاب وشوية سمسم وياه، كلش طعمه طيب، فأني حطيتها. وممكن تستعملون أي توابل أنتو حابيها. دخلتها على الفرن ولازم عيني عليها لأنه ما حتطول 4 دقائق ونطلعها، وطبعا على درجة حرارة 230. أول ما نطلعها من الفرن راح تكون بهالشكل، بس حتتركوها إلى أن تبرد تماما. يلا تشيلوها من الصينية لأنه هي بعدها هسه طرية. بعد ما بردت شوفوا شلون هسه تماسكت وصارت قوية.